الكرازة كلها حلوة يعني، بس الواحد بيحس إن الكنائس الأثرية طعم تاني، قيمة تانية، روحانية تانية. مش عارف تشاركوني هذا الشعور ولا لأ؟ طبعا الكنائس ربنا كلها حلوة، لكن في كنائس كده الواحد بيحس بيها بروحانية خاصة. أكيد الزمن بيقول حاجة. أكيد الكنائس دي بتشهد صلوات مرفوعة من قرون كتيرة، وشهدت صلوات مرفوعة من ناس مؤمنين قديسين عاشوا قبلنا مئات السنين قبلنا، وقدموا صلوات وذبايح معمولة قدام ربنا. فأكيد ده كل ده بيسيب بركة خاصة في المكان. قد إيه قداسات اترفعت من مسافة هذه الكنيسة، فأكيد ده برضه بيترك أثر، يعني أكيد مؤثر في النفوس اللي بيجوا بعد كده. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده الكنيسة بتحتفل بأحد الشعانين، هو أحد الأعياد السيدية كبرى ولا صغرى؟ كبرى. احنا نقول الأول عيد سيدي. عيد سيدي معناه إنه عيد خاص بالسيد المسيح. ونقول عيد سيدي كبير أو صغير من ناحية أهميته بالنسبة لخلاصنا. البعض يستغرب، طب دخول السيد المسيح إلى أورشليم كان ليه تأثير واضح لخلاصنا؟ طبعا يبدأ الأعياد السيدية الكبرى بعيد البشارة، الحدث اللي احنا البشرية كانت مستنياه آلاف السنين. حصل الوعد اللي ربنا ده زمان إن نسل المرأة يسحق رأس المرأة. البشرية قعدت آلاف السنين تستنى نسل المرأة ده اللي يقدر يسحق رأس الحي. جت بشارة الملاك ربيان من السماء، ودي كانت بشارة مفرحة للست العذراء وللبشرية كلها. عشان كده بنحتفل بعيد البشارة. عيد الميلاد طبعا ميلاد الله الكلمة المتجسد، لازم كان ياخد جسد عشان يقدم هذا الجسد ذبيحة. يجي بعد كده الرباط، ده المسحة المقدسة اللي أخذها المسيح للبشرية كلها من أجلنا، نقول كده اعتمد من أجلنا. ويجي بعد كده عيد دخول السيد المسيح أورشليم، وبعد كده عيد القيامة، عيد الصعود، عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس. عيد دخول السيد المسيح أورشليم ده كان ضروري إن السيد المسيح يخش بهذه الهيئة الملوكية، تتميما للنبوة اللي جت في سفر زكريا إصحاح 9 آية 9 12. السيد المسيح أعطى فرص كثيرة لليهود ولرؤساء اليهود لكي يؤمنوا به. ياما قدم معجزات، وياما قدم تعاليم سامية، وقدم معجزات كثيرة تشهد على قوة لاهوته. زي إنجيل يوحنا لوحده قدم لنا معجزات انفرد بيها، كل معجزة تشهد على لاهوت السيد المسيح. زي مثلا في يوحنا 2 عرس قنا الجليل حول الماء إلى خمر. يوحنا 5 المفلوج من بيت حزدة اللي احنا هنحتفل بيه في الحد المفلوج، اللي كان بقاله 38 سنة مقعد والمسيح قدم له الشفاء. نلاقي الحد اللي فات معجزة أيضا فريدة. معجزة شفاء المولود الأعمى. إنسان ما كانش ليه مقلة العين ولا شاف البصر ده ممكن خالص، أعمى منذ ولادته، والمسيح كون شوية طينة كده ودفع عليهم وحطهم زي ما عمل زمان مع آدم لما حاول الطين ونفخ فيه وخلق آدم. يعني دي معجزة خلق إنه شاف المولود أعمى. لكن بصراحة كده مفيش معجزة حصلت زي معجزة إقامة العصر، زي ما احنا تذكرناها امبارح. السبت نسميه سبت العصر، وكأن أسبوع الآلام يبدأ بإقامة العازر من بين الأموات،
وهننتهي أسبوع الآلام بعيد القيامة إقامة السيد المسيح أو إقامة المسيح نفسه بسلطانه لاهوته. ابتدى بالقيامة وانتهى بالقيامة، وما بينهما نرى آلام السيد المسيح الخلاصية من أجلنا. معجزة إقامة لعازر دي خلت أورشليم كلها وبيت وبلاد اليهودية والجليل وكلها حصلت لهم ربوة زلزلة. إيه الإنسان اللي إحنا كنا بنكفنه ونحطه في القبر بإيدينا ونحط حجر وإحنا شهود على ذلك، وبعد كده نلاقيه بعد 4 أيام بعد ما تحلل جسده يقوم من الأموات بسلطان المسيح لما يقول له كده لعازر شباب الخارجة. هذه المعجزة خلت بقى رؤساء اليهود من كتر شرهم وحقدهم على المسيح. المفروض المعجزة زي كده تخلي قلب الإنسان بقى يراجع نفسه يؤمن، لكن شوف شرهم وصل إلى إيه؟ المسيح يحيي وهؤلاء اليهود يتآمروا لكي يقتلوه، لدرجة إن العشاء بتاعت امبارح إنجيل العشاء يقول لك إن لعازر ومريم ومرثا عملوا وليمة تكريم المسيح. كانوا الناس جاية عشان يشوفوا لعازر ده معمول من الأموات وكان أحد المتكئين، لكن اليهود ورؤساء اليهود بقى الأشرار لما شافوا إن الجميع انجذب وآمن كثيرون بهذه المعجزة خلاص عقدوا العزم بقوة على قتل السيد المسيح وصلب. السيد المسيح أعطاهم بعد كل هذه الفرص، لكن أراد أن يعطيهم إشارة أخيرة قبل أن يتقدم إلى الصليب. رغم أن احنا نقرأ في يوحنا 6 لو تفتكروا بعد ما عمل السيد المسيح معجزة إشباع الجموع من 5 خبزات وسمكتين في يوحنا 6، الناس كلها فرحت ده إيه ده الشخص ده اللي هيأكلنا ويشربنا كده، وشوية 5 خبزات وسمكتين أكل 5000 رجل غير النساء والأطفال. ده فرصة ذهبية هيأكلنا ويشربنا كده بسهولة. هيقول لك الإنجيل بعدها إيه؟ الإنجيل ده بيتقري في السواعي، حد شاطر يقول بيتقري فين؟ يقول لك لما رأى الجموع، لما رأى يسوع إنهم يسمعون أن يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا، انصرف إلى الجبل وحده. ها؟ برافو، ليكي جايزة. وبالمناسبة بقى أنا يعني كنت فرحان قوي بالست ملايكة اللي قالوا لنا مزمور الطواف ده. دول آخد أساميهم وليهم هدايا خاصة. مش 6 برضه؟ دول ليهم هدايا خاصة. حاجة تفرق مش كده؟ ربنا يحافظ عليهم. 6 والمنام لو سمحت. إنجيل الستار اللي بيتقري كل يوم يقول لك لما رأى يسوع إنهم يسمعون أن يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا، انصرف إلى الجبل وحده. يعني المسيح مش عايز الملك ومش عايز يظهر بصورة ملوكية خالص. اليهود كانوا عايزينه يجعلوه ملكا، البعض عشان يخلصوا من الرومان، استعمار الروماني كان في الوقت ده، والبعض يقول لك نخليه ملك عشان يأكلنا. والمسيح هرب من هذا كله، ما جاش عشان كده، ده جاي عشان مهمة أكبر أهم من كده بكتير، خلاص البشرية كلها. لما رآهم عايزين ياخدوه ويجعلوه انصرف. طب اشمعنى يا رب لما انت مش عايز الهيئة الملوكية دي، ليه المرة دي دبرت ان انت تخش اورشليم بهذا المظهر الاحتفالي والملوكي؟ ليه؟ ليتمم النبوة، عشان يقول لهم مش انتوا عندكم نبوة زكريا بتقول ان المسيح بتاعكم هيجي وابتهجي يا صهيون لأنه يأتيك ملكك وديعا راكبا على جحش
بقى انتوا يا كتبة والفريسيين ارجعوا للناموس، ارجعوا للأسفار النبية بتاعتكم، هتلاقوا النبوة دي، ارجعوا شوفوا. ومن اتضاع المسيح ان هو ما دخلش بصورة ملك على خير وهيئة، اتضاع شديد ركب على أتانه جحش ابن أتان، والناس فرشوا ثيابهم رمز للتخلي تحت أقدامه تحت الموقف بتاعه. وكانت هذه آخر إنذار ليهم، يقول لهم شوفوا وارجعوا للكتب بتاعتكم عشان تؤمنوا. وأظهر بذلك إن هو المسيح، هو الله وابن الله. ويظهر أيضا غير إن المسيح بيظهر لاهوته وإنه هو الله، وإن الله الكلمة المتجسد بظهوره اورشليم، لكن نرى في هذا الحدث أيضا أن المسيح هو كلي المعرفة، وهو كلي الحنان، وهو كلي السلطان. كلي المعرفة لما قال لتلاميذه قال لهم كده: هتخشوا المدينة الفلانية، هيقابلكم ناس وهتلاقوا في أتان، جحش الأتان مرموزين، وتيجوا تاخدوهم هيقابلوكم يقولوا لكم انتوا واخدين دول ليه؟ هتقولوا لهم الرب محتاج إليهم. شوفوا الحوار ده كله، هتروحوا هتشوفوا هيقابلوكم هيقولوا لكم، هتقولوا طب ده كلية معرفة، ده إثبات إن المسيح الله العالم بكل شيء، كلية المعرفة وكلية السلطان. إنه مجرد ما تقولوا له الرب محتاج، القلوب بتاعت الناس أصحاب الجحش والأتان دول يقولوا لكم أهلا وسهلا اتفضلوا. كلية السلطان على القلوب. وأيضا كلية الحنان. شوفوا حنين المسيح، مش عايز ياخد الجحش ويسيب الأتان أمه، ولا عايز ياخد الأتان ويفصلها عن الجحش ابنها. كلية الحنان. ولما جلس شوية على الأتان وشوية على الجحش، عشان كده في بعض الأناجيل يقولوا كده اللي داخل على الأتان، وإنجيل تاني يقول لك اللي داخل على الجحش الأتان. هو ركب شوية على الأتان وبعد كده يقول لك ركب على جحش لم يركب عليه أحد. على فكرة الجحش ده يرمز إلينا، عارفين كده؟ الأتان ده القديم، العارف القديم، ده الأمة اليهودية هي العارف ده كان ليها أسبقية بمعرفة الله، ده الأتان. لكن نزل المسيح من على الأتان إشارة لرفض الأمة اليهودية ليه. وبعد كده هيقول لك جلس على الجحش الذي لم يركب عليه أحد. وطبعا كلية السلطان إن هو يقعد على الجحش اللي غير مروض ويقبل هذا الجحش اللي يرقص عليه سيد المسيح. طبعا يا وقت الأتان ويا وقت الجحش اللي يرقص عليه سيد المسيح. يا وقت الجحش ده يرمز إلى الأمم. مصر كانت دولة أممية مش يهود. كل بلد غير اليهود كانت اسمها أمم. هو اللي عرفوا المسيح وغرفوا الله بعد كده. كلية المعرفة، كلية السلطان، وكلية الحنون. إن هو مش عايز يرهق الأتان طول الطريق ولا يرهق الجحش طول الطريق، لكن قعد هنا شوية وهنا شوية. آخر حاجة أقولها لكم إن الشعب هدف وقال وصلنا. كلمة يونانية العبري هوشعنا. هوشعنا في نبي اسمه هوشع. هوشع جاية من يشوع، جاية من يسوع يعني مخلص، هوشعنا يعني خلصنا. وده هدف جميل. احنا النهارده نقول لربنا كده هوشعنا، وصلنا، خلصنا يا رب من تعب العالم ومن قلة السلام ومن الخطية المحيطة بينا، الشر اللي حوالينا في العالم في كل حتة. خلصنا يا رب عشان نوصل السماء بسلام، نوصل لكل اللي سبقونا على خير وبركة. كل واحد مننا أكيد بيتذكر أحبائه اللي سبقوه للسماء ويقول كده يا بختهم وصلتوا بالسلامة، آباء قديسين وأمهات وآباء من الإنجيل وسبل الرهبان والكهنة والعلمانيين كلهم
ناس أبرار ووصلوا. واحنا بنقول يا رب زي ما أعنتهم على خلاص الرسل، عين احنا كمان وصلنا ووصلنا فين؟ وصلنا السماء. هو ده هدفنا. كل احتفالاتنا اللي احنا بنعملها في الكنيسة هدفها ان احنا نقدم لربنا توبة. نقول له يا رب وصلنا السماء، اقبل توبتنا يا رب، وخلصنا من التعب اللي في العالم، خلصنا من تعب الجسد، خلصنا يا رب من محاربات الشيطان اللي ما بيبطلش هواده ان هو يحارب مراد ربنا وبنات ربنا. خلصنا يا رب ووصلنا السماء عشان نعيش في عيشة معاك، في عيشة معاك وفي عيشة مع ست العذراء ومع الملائكة والقديسين وكل اللي سبقوه. ربنا يبارك حياتكم ويجعل عليكم هذه الأيام المقدسة، بركة أسبوع الآلام، بركة البصخة المقدسة. يا ريت كلنا نواظب في هذا الأسبوع، نركز في الصلوات والألحان بتاعت الكنيسة، نهتم بقدر الإمكان إن إحنا بعد أشغالنا نروح البصخة، نحاول إن إحنا نفضي نفسنا، نسيب شوية، شيل الشقة والتنظيف وكحك والبسكوت والحاجات دي، نفرغ نفسنا لأيام البصخة المقدسة. وربنا يعيد عليكم هذه الأيام ببركة وخير، وإن شاء الله كده بعد القداس نطلع نفطر معاكم في المكان الحلو اللي بره ده. لإلهنا المجد الدائم ويديم كهنوت الآباء المباركين. ربنا يديم الصحة والبركة أبونا يوسف وأبونا الأنبياء، ويبارك كل الخدام العاملين والشماسة اللي فرحونا النهارده. لإلهنا المجد الدائم